السلام عليكم الحباب الزينة، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. وصفتنا لنهار اليوم وصفة خفيفة ظريفة، وصفة لا ماسيدوان. يعني نحتاج روز مغلي، نكونوا غليناه وقطرناه. عندنا بطاطا مع حبة زرودية مفورين ولا مغليين. عندنا سلطة خضراء. عندنا فرماج غريير. عندنا نصف حبة خيار، وعندنا الطون. بعد ما نكونوا غلينا الروز تاعنا، نجو نديرولو الخل مع الزيت مع شويه فلفل مع شويه ملح والمايونيز. نمزج كامل هذه المكونات مع بعض، نمزجهم كامل تدريجيا. واللي تبغى دير شويه فلفل ابيض دير شويه فلفل ابيض. نمزجهم كامل نخليهم على جهه. عندنا البطاطا تاعنا مع الزروديه، يعني اللي تبغي تفورها تفورها، يعني اللي تبغي ما تفورهاش ما تفورهاش، تغليها. واللي تكون عندها جلبانه تنجم دير جلبانه ولا دير الذره، يعني حسب المتوفر. عندنا هنايا الطون تاع الزيت، صفيناه من الزيت قطرناه. عندنا سلطه مغسوله. عندنا زيتون اسود للتزيين. وعندنا نصف حبه خيار وفرماج غريير للتزيين. نقضب هذيك الخيار تاعنا، يعني نقصوها بشكل مائل كما راكم تشوفوا، يعني نقصوها بشكل مائل باش كي نروح نديرو الديكور تاعنا تجي كما نقولوا واقفه وباينه، يعني الشكل تاعها يخرج شباب. عندنا ثاني الفرomاج غريير، يعني نقصوه مكعبات صغيره، يعني مربعات صغيره، نقصوه حتى نكملوا كامل الكميه تاعنا. هذا باش نعمروا الحبات تاع القرنون تاعنا. واللي عندها الذرة يعني تقدر تستعمل الذرة، انا ما عنديش الذرة، رايحه نعمر بالفخوماج. نكمل نقطع يعني كامل الكمية تاعنا، يعني مربعات صغيرة. بعد ما نكمل الكمية تاعنا نروح دروك ننظف القرنون تاعنا بعد ما نكونوا غسلناه وغليناه. نقضب نقص الحبة على 2، يعني غير بالعقل باش ما تفسدلكش الحبة تاعك. نقسمها على 2 ونقلع لها هذاك اللب الدخلاني، ونسيي يعني نستحفظ على الحبة تاعي باش يخرج لي الشكل تاعها شباب. يعني كيما راكي تشوفين نزع غير اللب الدخلاني، وإلا كاش يعني هكا حواف ولا مشي شابين يعني نسيي نقلعهم باش نتحصل على الشكل تاعها يكون مليح. نكمل كامل الكمية اللي عندنا ونجوزو المرحلة الديكور تاع السلطة تاعنا النهائي. نجيب صحن التقديم تاعنا، يعني يكون نظيف ماذا بينا. عندنا سيرسو، يعني سيرسو حسب اللي عندك في الدار، يكون دائري ولا مربع ولا على شكل قلب، نتيا واللي متوفر عندك في الدار. نجيب الرز تاعنا، ندير كطبقة أولى من الرز، يعني ونسيو نخدمو مليح القاعدة تاعنا، نخدمو مليح الكمية تاع الرز. بعد ما نكمل الرز تاعنا نزيد البطاطا والزرودية تاعنا كطبقة ثانية، ونسي يعني نسوي الطبقات مليح باش كي نقلع السيرسو هذوك الطبقات يخرجوا شابين في الشكل تاعهم. نكمل الطبقة الثانية، ومن بعد نزيد الطبقة الثالثة الروز. دايما يعني نخدم مليح باش الطبقات يخرجوا شابين. كما قلت لكم اللي عندها يعني الذرة تنجم تستعمل الذرة، اللي عندها جلبانة تنجم تضيف جلبانة، انتي واللي متوفر عندك في الدار. بعد ما نكمل الطبقة الثالثة بالرز نجيب الطون تاعنا، نسوي كامل الطبقة تاعنا مليح تاع الطون. بعد ما نكمل الطون نزيد الطبقة الأخيرة تاع الأرز، نكمل بنفس الطريقة ونسي كما قلت لكم يعني نخدموها مليح، يعني الضغطي مليح على الطبقات تاوعك. بعد ما نكمل الطبقة الأخيرة تاع الأرز نزيد المايونيز، نخدمها كامل بالمايونيز.
نكمل يعني نخدمها، نسوي كامل السطح تاعها مليح، يعني نخدمه جيدا حتى يتغطى تقريبا كامل هذاك الرز. واللي تبغي يعني دير مايونيز مع قطرات من البيطراف، يعني المايونيز تلونها بعصير البيطراف، يعني تستعملها كتزيين. واللي عندها الكاتشاب تستعمل الكاتشاب، يعني انتي والمتوفر عندك في الدار. بعد ما نسوي السطح جيدا نعمل خطوط ونعمل التدرجات بكوردون ولا اعواد الشواء كما راكم تشوفوا، يعني ندير خطوط مستقيمة ومن بعد ندير لهم الزيكزاك باعواد الشواء، نتحصل على هذا الشكل. كما راك تشوفي يعني المرة الأولى نجو بنفس الاتجاه، والمرة الثانية نروحو بالاتجاه المعاكس في هذيك الخطوط اللي كنا خدمناها حتى نكمل كامل الخطوط تاعنا غير بالعقل. بعد ما نكمل كامل هذوك الخطوط نجو الآن ننزعو المول تاعنا، يعني بخدمي غير بالعقل وديكالي المول تاعك غير بالعقل ورفديه باش طبقات ما يخسرولكش. ننظف الطابق تاعنا يعني من اي حاجه يعني طاحت فيه، يعني شوفوا تخرج يعني شكل شباب يعني راقي، يعني هايله، ما عندي ما نقول، ما شاء الله تبارك الرحمن. نجي الان ندير السلطه الخضراء تاعنا اللي كنا غسلناها وقطرناها وقطعناها، يعني كامل في الصحن تاعنا ساير داير. بعد ما نسوي السطح مليح يعني بهذيك السلطه الخضراء تاعنا، نحكم هذاك القرنون اللي كنا قصيناه على 2 نحطو على الحواف، يعني نحطو على الزوايا تاع الصحن تاعنا، عندنا 4 نحطوهم على الزوايا ونعمروهم بفخوماج غرويير. اللي تبغي تعمر بالفخوماج غرويير تعمر بالفخوماج، اللي تبغي تعمرهم بالبطاطا والزروديه والجلبانه بشويه مايونيز تعمرهم، اللي تبغي تعمرهم بالمايس تعمرهم بالمايس، يعني نتيا واش متوفر عندك في الدار، ماشي شرط يعني نفس التزيين. انا يعني نعطي لك كفكره وانت يعني تغيري واش عندك في الدار وواش متوفر عندك في الدار. يعني نسقم هذوك القرونات تاوعنا مليح ونعمرهم بالفخوماج غريير، هذاك الفخوماج اللي كنا قطعناه مكعبات نعمر الفراغ كامل حتى نكمل كامل الكميه اللي عندنا. والتزيين يعني ندير خيار في الجوانب، نزيد حبيبات زيتون، والتزيين زينت بحبة زيتون في الوسط. هذا هو الطبق النهار اليوم، يعني طبق بسيط ومغذي في نفس الوقت. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، يعني دايما نسي نعطيكم افكار وانتم يعني تغيروا حسب المتوفر عندكم في الدار. والآن مبقى لي غير نقول لكم سلام، تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في ساعة الخير إن شاء الله. سلام.